السلام عليكم. السلام عليكم جناب الشيخ، حياك الله مولانا. الله يحييك. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله تفضل. يسلمك يا شيخ. ما حكمني إذا الله ورسوله يا شيخ؟ تم. الله في القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هل الله يجوز لي أن ألعن من يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش السؤال؟ يعني يجوز ألعن من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يا قد شيخ. لعنه الله. أحسنت. طبعا يا شيخ الله يحفظك، قريت رواية في صحيح مسلم أن أمنا عائشة آذت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كتاب في صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. نسأل الله أن يهديك. نسأل الله في هذه الساعة أن ينور قلبك للسنة ولمعرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذوني في أصحابي، فكيف بأهله، وكيف بأمه، وكيف بزوجته وزوجاته رضي الله عنهن. سبحان الله، هؤلاء يعني أسأل الله أن ييسر أمرك ويفرج همك ويعينك. ثابت طفى البث. دينكم مبني على الكذب، دينكم مبني على الكذب شيخ. اخواني طفى البث بمجرد سؤال سألته، واعطيت رواية صحيحة من صحيح مسلم ان عائشة وحفصة قد آذت النبي صلى الله عليه وآله في سورة التحريم. منتظر يساعد. تريد الحق نبين لك الحق. يلا اتصل. احنا لا نجادل في الدين، وليس من منهج السلف الجدال في الدين والخصومات في الدين. بارك الله فيك. آمين وفيكم بارك. منهج السلف. شوف هذا حار خطير. كرم. تصلوا بالسلف. دينكم انتهى.